ينفع اكل من اكل البيت واعمل صيام متقطع؟ طب هل الصيام المتقطع هيفيدني فعلا لو انا عملت الدايت بتاعي العادي ودخلته في الصيام المتقطع؟ طب انا ليه ما خسيتش اكتر لما عملت صيام متقطع؟ ما انا كنت بخس نفس الارقام دي. في الاغلب في اسئله كتير جدا بتدور حوالين الصيام المتقطع. انا ما عملتش ولا فيديو على الصيام المتقطع، وده اول فيديو هعمله. انا هعمله بس عشان حاجه مهمه، ان اجاوب كل الاسئله اللي في عقلك عن الصيام المتقطع وفايدته وبيفيد مين وليه بنعمله وليه بقى موضه وليه بقى مهم وازاي الناس خست عليه كتير قوي وفي ناس ما خستش خالص. كل اللي انا عايزه منك انك توقف الفيديو وتكتب تاريخ اليوم اللي هتتفرج فيه على الفيديو ده، لان يمكن اليوم ده هو اللي يغير كل حياتك. خد نفسك بقى كده عشان الفيديو ده طويل وفي حاجات مهمه جدا. هات نسكافيه واقعد اسمعنا كويس كده وركز ومعاك ورقه وقلم. اول حاجه، ايه فايده الصيام المتقطع ومين انسب واحد انه يعمله؟ مش ايه فايدته لجسمك، ايه فايدته ليك لو انت كانسان هتعمله. اول حاجه، اللي بيعمل صيام متقطع وهيفيده جدا ومناسب ليه لو واحد وقته بايظ، مثلا ممرضه شغاله شفتات كتير والمواعيد بتاعتها بايظه، يعني مش دايما هتصحى بالليل ولا حتى دايما هتصحى الصبح. واحد هو الشغل بتاعه بيبقى متاخر، بيخلص متاخر فبياكل اول وجبه او بياكل اهم وجبه او اكبر وجبه بالليل متاخر. واحد هو مش عارف ينظم مواعيد الاكل ما بين فطار وغدا وعشاء. في الاخر صيام متقطع للناس دي وهو مهم جدا جدا ليها. ليه؟ لان انت هنثبت 8 ساعات تاكل فيهم خلاص، من اول وجبه لاخر وجبه هيكونوا في 8 ساعات، وتصوم ال 16 ساعه اللي بعديهم. حتى لو مواعيدك بايظه وحتى مواعيد نومك وصحيانك بايظه انت ممكن تعمل دوت. طيب ده ياخدنا لتاني نقطه فيه، احنا قلنا ساعات ومش عارفه ايه وبتصوم اوقات. طب هو ايه الصيام المتقطع باختصار تماما؟ انا عارف ان كلكم سمعتوا عنه وكلكم شفتوا فيديوهات كتير عليه. انك بتصوم 16 ساعه وبتاكل في 8 ساعات. وقت الصيام ينفع تشرب ميه او شاي او قهوه من غير سكر ولا لبن ولا سكر دايت. وقت الفطار بتاخد وجباتك بقى فيه اللي فيها الدايت بتاعك. لو انت مش عامل دايت فينفع تاكل من اكل البيت. لو انت عامل دايت فبتاخد الوجبات بتاعتك. طب اخد كام وجبه؟ طب انا سمعت ان في دكتور قال ان السناكس مفيده، وفي دكتور قال ان السناكس مش مفيده وما ينفعش لانها بتبوظ الصيام المتقطع. طب فهل السناكس بتبوظ الصيام المتقطع؟ دي ثالث نقطه. اول حاجه، ان لو السناكس بتاعتك جوه وجبات الصيام المتقطع كلها بتعلي الانسولين تاني فيبقى ملوش اي فايده. يعني ايه؟ يعني لو انت هتاخد السناكس بتاعتك فاكهه، عصاير، فشار، بسكوت دايجستيف، فدول كلهم مثلا فيهم سكر وفيهم نشويات، فده انت بتعمل حاجه اسمها انسولين سبايكس. دي عكس فكره الصيام المتقطع. يعني ايه سبايكس؟ يعني الانسولين عمال بيطلع ويعلى ويقل ويعلى وهكذا. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمله فلاتننج، ما يفضلش يعلى وينزل ويعلى وينزل. طيب يبقى كده هل الصيام المتقطع ما فيهوش سناكس اصلا؟ لا، ممكن تاخد فيه سناكس لو انت لسه بادئ دايت. لو انت بادئ دايت من وزن عالي قوي، لو دي لسه بدايه اول شهر ليك في الدايت. طيب ايه السناكس اللي ينفع في الصيام المتقطع وما تضروش، وايه السناكس اللي نتجنبها في الصيام المتقطع؟ دي رابع نقطه. السناكس اللي تنفع في الصيام المتقطع خضار او دهون صحيه زي المكسرات، دي افضل سناكس في الصيام المتقطع. ايه السناكس اللي ما ينفعش تاخدها في الصيام المتقطع؟ الفاكهه او البقسماط السن او البسكوت الدايجستيف. طب الفاكهه هل هي ممنوعه خالص؟ لا، انت ممكن تاخد فاكهه بس تاخدها جوه الوجبه مع الوجبه اساسيه. يعني انت مثلا هتفطر، وانا هقول في اخر الفيديو مثال ليوم في الصيام المتقطع فهتفهم منه اكتر، بس خلينا ماشيين واحده واحده لان ده انا كاتبه كده منظم عشان تبدا يبقى عندك افكار ثابته عنه. الوجبات، انت مثلا هتفطر وتتغدى وتتعشى، حط في العشاء بقى دي الفاكهه او حط مع الفطار الفاكهه، وينفع يعني هنا او هنا عادي. بس لو هتاخد سناكس في النص في بدايه في بدايه انت لسه بادئ صيام 16 ساعه، لو هتاخد سناكس تبقى ايه زي ما قلنا دهون صحيه او خضار عادي، خضار اللي هو خيار وخس وكده، ودهون صحيه يعني لوز او بندق او عين جبل. طيب ازاي استفاد الاستفاده القصوى من الصيام المتقطع؟ اول حاجه يا صديقي، ان اول وجبه اوعى تاخد فيها نشويات. يعني ابدا اول وجبه بروتين ودهون، ابدا بجبنه، فول، بيض، لحمه، فراخ، معاها خضار ودهون صحيه. ليه؟ لانك صايم 16 ساعه فمستوى الانسولين عندك قليل جدا، فكل ما هتحافظ عليه فتره اطول ده مخلي الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو عالي، فدي اكتر وقت انت بتحرق فيها دهون. فما تروحش واخد نشويات في الاول وجبه لان دي هتبدا تقلل نزولك شويه. فيبقى انك تستفاد الاستفاده القصوى ان اول وجبه ما تاخدهاش ايه، ما تاخدش فيها نشويات. تاني حاجه تعملها عشان تستفاد استفاده قصوى، يا ريت تدخل رياضه قبل اول وجبه او في اخر ساعه قبل ما تنام، لان ده الوقت اللي برضو الجروث هرمون فيه عالي، وده الوقت اللي انت الانسولين فيه قليل، فده وقت اكتر انت بتحرق دهون. طب ايه الرياضه؟ والله العظيم ايه رياضه. لو هتمشي ولو هتعمل بريزنج اكسرسايز، حتى تمارين تنفس، لو هتعمل هيت اكسرسايز رياضه سريعه، كل ده انت هتستفاد. اعمل اللي يناسبك وعلى حسب رحلتك. انا مش عارف انت كنت الاكتيفيتي ليفل بتاعتك قبل كده عامله ازاي، مش عارف انت كنت بتروح جيم اصلا ولا لا وهكذا. فابدا في اي وقت
افضل وقت اول ما تصحى من النوم على معده فاضيه قبل ما تاخد اول وجبه، او اخر وجبه قبل ما تنام. دول وقتين مثاليين جدا انك تحرق دهون كويسه جدا في الصيام المتقطع. تالت حاجه عشان تستفاد الاستفاده القصوى في الصيام المتقطع، اوعى تقلل البروتين، لان لو قللت البروتين عن احتياجك في جسمك مع الوقت مش بتنزل دهون كويسه، بتنزل عضلات اكتر ومش بتستفاد. طب ايه المفروض تاخد بروتين قد ايه؟ المفروض تاخد 1 جرام على كل كيلو من جسمك، ودي اقل حاجه. يعني لو انت مثلا وزنك 100 كيلو فهتاخد 100 جرام بروتين وما تقللش عنه. حط بقى اي نوع، يعني طبعا عدس، حمص، شام، فول، لحمه، فراخ، كفته، سمك، تونه، كل البروتين اللي في الدنيا كله. يبقى دي النقط اللي انت هتستفاد الاستفاده القصوى من الصيام المتقطع. ما تبداش اول وجبه نشويات، ما تاخدش سناكس فيها فاكهه في نص اليوم، وانك تحط رياضه حتى لو 10 دقائق هتنفع. وقلنا ايه اوقاتها. فدي الاستفاده القصوى. ده هياخدنا لاخر جزء من الفيديو، بس انا لسه في بعدها حاجه، بس اخر جزء ليه علاقه بالريليتد بالفيديو. ان طب ما تدينا مثال على يوم بتاع الصيام المتقطع. مثال على يوم ان انت هتفطر اول وجبه مثلا الساعه 12 الظهر، وهتكون فيها بروتين، جبنه او فول او بيض، معاها خضار، معاها دهون صحيه اللي هي زيت زيتون او زيت حار او زيت جوز هند او زبده او سمنه بلدي، وهتتغدى سلطه، وهتاخد مع السلطه دي النشويات بقى بتاعتك. انا بفضل دايما النشويات تبقى فيها رز او بطاطس، لانهم دول افضل نوع نشويات. لو انت لسه بادئ دايت خالص، ما تاخدش مكرونه وما تاخدش عيش، وتاخدهم مع اي كميه بروتين، لحمه وفراخ وسمك وتونه وكفته مشويه. وخد اخر وجبه زبادي ومعاها مكسرات لو انت مش هتاخد مكسرات في السناكس، وتخلي الفاكهه مع العشاء. ويا ريت ما تاخدش فاكهه كل يوم، تاخد فاكهه يوم ويوم. طيب الصيام المتقطع هيفيدك ازاي في الدايت؟ هيفيد هرموناتك ازاي في الدايت؟ ايه الفوائد بتاعه الصيام المتقطع؟ اول حاجه ان هو بيقلل الجوع فعلا، ان هو بيحسن حساسيه الانسولين فعلا، ان هو بيخلي جسمك يحرق دهون بطريقه افضل بكتير جدا. والنقطه الاهم يا صديقي ان هو بينظم لك يومك، ان اخيرا انت بقى عندك روتين، وبقى اخيرا بقى عندك نظام. فده بيقلل معدل الغلطات. في جزء مهم في رحله الدايت لو انت عملته بتنجح، ان يبقى عندك روتين واضح وفعال لليوم. الروتين مش حاجه وحشه، الروتين هي نقطه من اهم نقط النجاح. انا بقى عندي روتين في الفتره الاخيره من حياتي. انا بقى عندي اوقات ثابته ان انا اروح فيها الجيم، اوقات ثابته ان انا هصور فيها، اوقات ثابته ان انا هشتغل فيها، اوقات ثابته ان انا هاكل وجباتي. في الاخر انت اكيد هتنجح، لان لو عكسنا النقطه دي، تخيل لو انت ما عندكش اوقات ثابته للجيم، لو ما عندكش اوقات ثابته للتمرين بتاعك، لو ما عندكش اوقات ثابته للهوايه اللي انت بتعملها، ايه اللي هيحصل؟ كل حاجه هتبقى بايظه، وهتعملها مره ومره لا. الروتين لازم تصاحبه، لانه ده من اهم النقط انك تنجح في رحلتك في الحياه عموما، مش في الدايت بس، في رحلتك في الحياه ورحلتك في الشغل. لو انت كملت معانا لاخر الفيديو، يا ريت تقول لي رايك على المحتوى اللي احنا عملناه، يا ريت تقول لي رايك على الفيديوهات اللي قبل كده، لان دي اكتر حاجه بتخلينا اكمل. كل الناس اللي عايزه تتابع معانا متابعه اونلاين، هنسيب لينك دير يور بادي تحت، وهنسيب ارقام الواتساب لو اي حد عايز يعمل متابعه اونلاين بيحجز من خلالها. بتبقى زي العياده بالظبط، فيديو كول، وبياخد منك كل الداتا، وبيبقى لها متابعات زي العياده كل اسبوع. في الاخر انا صاحبك في الرحله، وان شاء الله تبقى رحله كويسه، لان احنا قلنا ان الدايت الابطال. سلام.